السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم المهندس محمود علي من قناة زون الأرض وأحد برنامج عمالقة اللاندسكيب المهندس أحمد أبو العيون. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك مهندس محمود رجب، وانا مبسوط ان انا اكون متواجد معاكم النهارده، وان شاء الله نعمل لقاء سري باذن الله مع حضرتك. إن شاء الله. باشمهندس أحمد، طبعا البرنامج زي ما حضرتك يعني سمعت حلقات سابقة ليه بيتكلم أكتر عن حديث التخرج، فإحنا محتاجين ناخد من حضرتك بعض الخبرات اللي تساعد حديث التخرج إن يوصل إلى ما انتهينا عليه، بحيث إن يكون حاجة أفضل وحاجة كويسة إن شاء الله. تمام. رأي حضرتك أو تعريف حضرتك لللاندسكيب، أو إيه اللاندسكيب بالنسبة من وجهة نظر حضرتك، بحيث إن نعرف حديث التخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا بيجي لنا تساؤلات كتير بنفس السياق اللي هو موضوع حديث التخرج، ازاي ان هو يبدا المجال، او بيكون مثلا في الفرقه الثالثه مثلا او الفرقه الرابعه، اللي هو بيكون خلاص هيبقى حديث تخرج، يعني هو لسه ما اتخرجش. تمام. بيبقى السؤال ازاي ابدا مجال اللاندسكيب، او ازاي ان انا احط رجلي على اول درجه في السلم بتاع ان انا اعمل الكارير بتاعي ادخل مجال اللاندسكيب. هو طبعا في البدايه اللاندسكيب تمام كعلم مهتم بيه طبعا ناس كتير جدا في العالم، في كليات زراعه موجوده في جميع الجامعات في العالم كله، اللي هو تصميم المناظر الطبيعيه. طبعا ربنا بيجعلنا اسباب ان احنا نحاول ان احنا نقلد تمام شغل مثلا الغابات او الاشجار او الممرات اللي موجوده في الطبيعه، او البيئه اللي بتكون محيطه بينا، بالنسبه مثلا لشلالات ونوافير وصخور مشايات. تمام. والجزء اللي احنا بنهتم بيه طبعا اكتر اللي هو موضوع الزراعات، اللي هي بتبقى مثلا الاسيجه والاشجار والنخيل والنباتات والورود، واعمال الهارد سكيب طبعا اللي ممكن بتكون مختص بيها شويه موضوع كليات الهندسه الزراعيه، اللي هم طبعا بيبقى عندهم موضوع السيمتريه عاليه، او ان هو المساحات، تحديد المساحات بدقه. تمام. ان هو يعمل مناسيب مثلا. ده طبعا بيفرق اكتر في موضوع الهارد سكيب، اللي هو المشايات، الحاجات اللي هي اجزاء صلبه، اذا كانت مثلا اسمنتيات، زلطيات، رخام. تمام. بالنسبه احنا لا كخريجين كليه زراعه، طبعا انا خريج كليه زراعه سنه 2005 جامعه المنيا، واشتغلت في المجال ده بدايه من 2009 تقريبا. اشتغلت قبلها في كذا مجال ما كانش في مجالي، وبعد كده اشتغلت في مجال اللاندسكيب تقريبا في حدود تقريبا 11 سنه او 12 سنه. حصل دروب في حياتي، يعني تقريبا انقطاع تقريبا سنتين او سنه ونص في خلال الفتره دي، ورجعت طبعا لنفس المجال. فكره حديث التخرج ازاي ان هو يبدا مجال اللاندسكيب، احنا يعني من رايي ان احنا نشوف الشتله اللي احنا بنبدا ان احنا نغرسها في الارض. تمام. او البذره اللي احنا بنرميها وبنتوكل على الله وبنقول يا رب ان هي تنمو وترعرع. هي متهيألي نفس الفكره بتاعت حديث التخرج. حديث التخرج يعني هو لسه هيبدا حياته العمليه، فانا من رايي ان هو موضوع المشاتل، يعني هو يبدا يشوف المشاتل عباره عن ايه، يبدا يعمل زيارات ميدانيه للمشاتل، يهتم طبعا باراء الخبراء في المجال. تمام. وطبعا الخبراء في المجال في مصر هنا تمام ناس عمالقه طبعا، و ليهم باع كبير في المجال ده، اذا كانوا مثلا رجال اعمال، او اذا كانوا مهندسين مثلا معروفين باعمالهم السابقه. تمام. ياخد اراء برضو الخبراء في المجال ده، وفي نفس الوقت يهتم اكتر بموضوع المشاتل، ان هو يعرف ازاي الشتله دي هيبقى شكلها ايه بعد كده، يعني الشتله او البذره دي هيبقى شكلها ايه بعد كده. موضوع ان هو يفرق بين البذور وبعضها متهيألي هيبقى صعب ان هو يكتسبه مع الشغل، يعني ممكن ان هو يكتسبه في ايه، في مشتل مثلا، ان هو يبدا يتعرف على يعني مشاتل، رأي حضرتك إن مهندس ينزل. حديث التخرج يبدأ من المشتل، يعني لو اشتغل زراعة يبدأ في المشتل. يبدا في المشتل، او بمعنى اصح لو هو هيشتغل، يعني هو لو قدامه فرصه عمل، هو طبعا ده مش هيعطله، يعني ينزل يشتغل وكل حاجه اوريدي، بس في نفس الوقت يحاول يهتم بالمشاتل. يعني هو لو اشتغل مثلا سنه تمام، وبدا بعد كده في المشاتل. تمام. يعني هتبقى فكره كويسه جدا. لو هو مثلا لسه في سنه ثالثه مثلا، اللي هي الفرقه الثالثه او الفرقه الرابعه مثلا في كليه الزراعه او في كليه هندسه زراعيه،
ممكن ان هو ينزل برضه ياخد تدريب او تريننج مثلا، اللي هو مثلا شهر او شهرين في اي مشتل قريب منهم، حتى لو تدريب بيبقى تدريب عملي اكتر منه نظري. زي ما حضرتك عارف يا باشمهندس محمود ان احنا مثلا في كليات زراعه كنا بننزل مشاتل، وكان الفكر النظري مختلف عن الفكر العملي. لما احتكينا بالبيئه العمل وطبيعه العمل، ان انت حضرتك تتعامل مع العامل، ان انت ازاي تقنعه. طبعا نباتات الزينه بالذات تمام كمجال، هي بيتقال عليها مملكه نباتات الزينه، لان مفيش حد النهارده يقدر يصنف كل الاصناف او يقدر يحفظ كل الاصناف اللي موجوده في مملكه نباتات الزينه. ليه؟ ان المملكه النباتيه بتصنيف لينيوس تمام، وده عالم جليل طبعا، يعني هو اساس علم النبات. حط قواعد ان هو تقريبا في اكثر من 8 مليون صنف نباتي موجودين في الطبيعه، تمام. شامل كل حاجه بقى، الحاجات النباتات اللي موجوده في البحار واللي موجوده في اليابسه، اشجار الفاكهه طبعا واشجار الخضر، وكل التصنيف، يعني كل ما هو نبات تقريبا هو حسبه تقريبا اكثر من 8 مليون صنف. فاستحاله ان هو يجي واحد النهارده، ومفيش حد موجود في العالم من زمان لغايه وقتنا هذا يقدر يحفظ ال 8 مليون نوع نبات. فطبعا هو علشان يبدا يتعرف على اغلب النباتات اللي موجوده هنا في مصر، فده هنقول مثلا ان هو مثلا 3000 نوع. ف 3000 نوع كتير جدا، وفي نباتات احنا بنقول عليها نباتات نادره زي مثلا اشباه النخيل. هو مش هيقدر يحتك بكل النباتات دي غير من خلال المشتل. ففكره المشتل مهمه جدا، ان هو ينزل يعرف التعقيل بيبقى ازاي، يعرف يتعرف من البدايه على انواع النباتات اللي موجوده. يعني لو زهره صفرة مثلا او ورده صفرة مثلا، في كذا نوع، وحضرتك عارف الموضوع دوت، في كذا نوع من النباتات مثلا او الازهار بيبقى لونها اصفر، زي مثلا اللانتانا المداده مثلا، زي المارجريتا، زي مثلا التكومه لو هي شجره، تمام. بتنزل برضه بتنزل ورود لونها اصفر، تمام. طبعا بيتساقط يعني الورد الاصفر اللي هي بيتقال عليها التكوما او اليلو بيلز زي ما الاجانب بيقولوا، اللي هي بيبقى الزهره نفسها بنقيه، بيبقى شكل الجرس الاصفر، تمام. في طبعا بالنسبه للنباتات الصفراء مثلا الليليوم، الهيبسكس، تمام، في الوان منه اصفر. في العقفوان، تمام، بيبقى في لونها اصفر. الجلاديولاس كابصال ده هتلاقي حضرتك اصفر، الاوركيد هتلاقي اصفر، فهتلاقي في تنوع. طب كل نبات بيتزرع امتى؟ الاوقات بتاعته الحوليات الشتوي مثلا، اذا كانت مارجريتا مثلا او اقحوان، ده حاجات بتتزرع في الشتاء. ببدا اتعرف عليها، هبدا ازرعها امتى؟ لو انا هزرعها بذره، هزرعها مثلا في شهر 9 مثلا او 10، بحيث ان هي تبدا تديني الزهره بتاعتها في شهر 1 او شهر 2. الحاجات المستديمه مثلا زي اللانتانا دي مستديمه الخضره مثلا، او مستديمه التزهير، يعني بيبقى الورق موجود طول السنه، والازهار بتبقى موجوده طول السنه. ونبات عطري برضو بيبقى ليه ريحه. الابصال برضو اذا كانت جلاديولاس او اذا كانت ليليوم بتبقى شتوي، تمام. بتتزرع مثلا في شهر 10 او 11، بتقعد مثلا بتبدا تظهر معايا مثلا في شهر 1 او شهر 2 في الشتاء. فطبعا هو يبدا يتعرف عليه، او هي هتبدا تتعرف عليه من خلال ايه؟ من خلال المشتل. لان المشاتل هم بيبقى تخصصهم، تمام، ازاي يطلع نبات ذو مواصفات كويسه ويكون جودته عاليه، اللي هو احنا نبدا نستعمله كوحدات بعد كده في التصميم اللي احنا بنصممه، اللي احنا بنصمم طبعا شغل المناظر الطبيعيه. وفي نفس الوقت احنا بنعمل برضو موضوع الصيانه، فانا هعرف برضو موضوع الصيانه بتاعتي، تمام، للنبات، تمام، من خلال المشتل. ان انا ببقى عارف النبات ده هيبقى حولي مثلا، فهيجي مثلا بعد او بمجرد ما دخول درجات الحراره المرتفعه بقى اللي هي بتاعت الصيف او الربيع، او ما الجو يبدا يدفي نتنقل بين الفصول. فانا عارف ان النبات هيبدا، احنا بنقول عليه يبدا يشيط مثلا او يتحرق، اللي هو الورق بيبدا ينشف، يبدا يتساقط. الازهار بتبدا حتى كمان اللي فيها تبدا تقع. نبدا ناخد البذور بتاعتها. فطبعا كل ده انا بعرفه منين؟ بعرفه من المشتل. ده بالنسبه لايه حضرتك؟ ده بالنسبه لحديث التخرج. وده برضو آه، يعني جزئيه بالنسبة لأي مهمه. حد عايز يشتغل في مجال اللاندسكيب ويشتغل في الزراعات أكتر، يفضل إن هو يبدأ بالمشتل أكتر. انا من رايي لو هو حابب ان هو يدخل المجال كلاندسكيب، تمام، يدخل المشاتل، يعني يدخل المشاتل، يعرف حتى كمان طبيعه الشغل اللي جوه المشاتل، لان المشتل ده بينقسم لحاجات كتيره. يعني اكيد في صوبه زراعيه، الصوبه دي ممكن يتعمل فيها انفاق بلاستيك،
السيرم اللي بنحتاجه اللي هو الشبك اللي بيبقى من بره ده، لو هو مثلا مهتم بنباتات شتوي هتلاقيه حضرتك عامل اللي هو الشبك الاسود، تمام، اللي هو بيمتص اشعه الشمس عشان يعمل زي تدفئه للصوبه. لو حوليات صيفي مثلا بيستعمل مثلا اللي هو المشمع الابيض البلاستيك، بحيث ان هو بيعكس درجه الحراره. فطبعا ده جزئيه مهمه يعني، وطبعا بهرمونات تجذير بمواد معينه بيتموس يعرف الفرق بين التربه. الموضوع ما بيبقاش مقتصر على الحوليات او النباتات بس، بيبقى مقتصر برضو على ال الاشجار التربه الموجوده، معمره. هرمونات التجذير. الاشجار المعمره طبعا، الحاجات اللي هتتزرع بره المشتل، الحاجات اللي هتتزرع جوه المشتل، الحاجات اللي هتتزرع جوه الصوبه، واخد بال حضرتك، الحاجات دي برضه الحاجات اللي هندسه بتبقى طالعه. مطالب بيها، الحاجات دي برضه مطالب بيها ان مهندس التصميم يكون عنده علم بيها برضه. اكيد طبعا، اكيد طبعا، ما هو دي الجزئيه برضو اللي انا كنت حابب ان انا اكلم حضرتك فيها برضو، ان بيبقى في مثلا بنقابل برضو اسئله مهندسات فاضلات، يعني بيجي تقول لي مثلا طب انا عايز اشتغل مثلا دعم فني، يعني موضوع ان هي تنزل الصحراء وكده كمهندس تنفيذي ممكن الموضوع يكون صعب بالنسبه لها شويه. طيب انا علشان انا انزل مثلا دعم فني، فانا محتاج برضو ان انا اعرف العالم حواليا ماشي ازاي، يعني البرامج اللي نازله، الاوتوكاد والريال تايم والليميون وال3 دي ماكس، واخد بال حضرتك. فطبعا دي برضه يعني في اعتقادي، وفي طبعا مهندسين كده برضه في اعتقادي بتبقى مناسبه اكتر للمهندسات، تمام، والمهندسين مثلا اللي هم حابين ان هم يدخلوا شغل الدعم الفني، اللي هو جوه التصميم، اللي هو ازاي يصمم على الكمبيوتر او على البي سي او التابلت او الاندرويد. طبعا كل الحاجات دي البرامج العملاقه اللي هم عملوها حاليا، اللي هي بتاعت اوتوكاد وكده، نزل منها كذا فيرجن، يعني ممكن باقل اندرويد مثلا بامكانيات بسيطه خالص ممكن ان هو الواحد يجيب برنامج اوتوكاد، او يجيب سكتش اب مثلا، او يجيب ليميون مثلا باخر فيرجن دي اللي هو 11 مثلا او 12. طبعا بيبقى فيه ابديت طبعا بالنسبه للشركات، فهو يتعرف حتى كمان كاسس الاساسيات ان انا اشتغل اوتوكاد في اللي يخصني انا كلاندسكيب، لان طبعا زي ما حضرتك عارف شغل الاوتوكاد بيبقى معقد شويه، تمام، لان هو بيهتم بالجزء المعماري والمدني اكتر، يعني اخواتنا اللي هم واصحابنا وزمايلنا اللي هم المهندسين المدني والمعماري بيهتموا طبعا ببرامج برنامج الاوتوكاد ده بصوره كبيره جدا يعني. فطبعا ده موضوع مهم جدا، يعني ازاي ان انا اعرف اتعامل مع الاوتوكاد، اعرف اصمم عليه، لان هو الموضوع في الاول وفي الاخر بيرجع لخيال وتخيل المهندس اللي هو مهندس اللاندسكيب. فانا من رايي موضوع المشتل ده مهم جدا لو هو مثلا مهندس تنفيذي، وطبعا موضوع الاوتوكاد بالنسبه للدعم الفني يعني. بالنسبه بقى لو مهندس ورأي تصميم، الخبراء طبعا. مهندس تصميم نزل الموقع ودايما اول حاجه بيواجهها هو المعامله او اداره العماله والمشرفين، وكيفيه السيطره عليهم، وكيفيه برضو اعطاء قوتهم العمليه، يعني هيقدروا ازاي ينفذوا قد ايه في قد ايه. من وحي خبرتك تقدر تدي بعض الملامح للجزئيه دي، اداره العمال والمهندسين اللي موجودين معاه في الموقع، وتنفيذ المطلوب بخلال وضع جدول كمان، لو عنده مساحه معينه هيحط لها جدول. لو وجهه نظر حضرتك في الجزئيه دي ايه؟ بالظبط حضرتك، في دي نقطة مهمة جدا، ازاي ان انا ادير الاستاف اللي معايا او العمالة اللي معايا. موضوع العمالة هي بتبقى هرم وظيفي، يعني بيبقى على حسب الشركة او على حسب الكيان او المؤسسة اللي انا شغال ايه فيها او اللي انا شغال معاها. ممكن مثلا لو انا مثلا في الشركة الوطنية للجيش مثلا، تمام، وده طبعا هم ليهم مشاريع عملاقة ولا تحتاج لأي شكر من اي حد، يعني الموضوع فعلا ظاهر وباين للعيان كلهم، تمام. موضوع مثلا النظام، تمام، الكادر الوظيفي طبعا ده شيء مهم جدا. لو انا مثلا مهندس مثلا مدير زراعه، هيبقى هشوف تحتي مين في البوزيشن، يعني في تحتي مشرف مثلا، او تحتي مساعد، او تحتي مثلا مهندس ري، او تحتي مثلا مشرف ري، وتحت دول طبعا لو انا الطب مثلا اللي هو راس الشجره مثلا، تمام، واللي تحت المشرفين طبعا اللي هو العماله، اذا كان مثلا فني في الاول او فني قديم او مشرف قديم،
لغايه لما اوصل لغايه الايد العامله. يعني الايد العامله دي اللي هي في الاخر خالص، اللي هي الاساس طبعا، اللي بتبني عليه الكادر الوظيفي كله، اللي هو لغايه لما يوصل لغايه مدير الزراعه، ومنه طبعا للاونر او للمدير المباشر بتاع بتاع المكان، او المدير العام الجنرال مانجر بتاع بتاع المكان او الشركه. لو انا بقى رجل اعمال مثلا وفاتح مثلا شركه خاصه بحسابي كشركه لاندسكيب، ممكن ما اكونش مهتم قوي بموضوع اللاندسكيب، انا واخده كفكر تجاري، فكر ربحي. فبجيب الراجل اللي هو الاكسبيرينس بتاعه عالي مثلا، اللي هو خبرته عاليه، وهو اللي بيدير لي بيدير لي المنظومه. فده طبعا بيبقى بالتشاور مع مين؟ مع الراجل صاحب المال. ازاي ان انا اقدر اوفر عماله بتعمل مثلا كونستراكشنز، اللي هي الانشاءات، او الصيانه، شغل الاوبريشن، الاوبزرفيشن، الملاحظه. تمام. فده طبعا بيبقى بالاتفاق بالنسبة مع الراجل بالنسبة الاونر. هندسة لمهندس حديث تخرج أو مهندس خريج، لسه خريج طازة وهيشتغل مهندس تنفيذي في مشروع، فهو المحتك الأول بالمشرفين والعمالة. فلو هنتكلم في الجزئية دي بس كده كنبذة مختصرة ليه. تمام. بالنسبه للمهندس حديث التخرج، اللي هو هنتكلم اول يوم ليه شغل مثلا النهارده. تمام. هو بيتابع مع الراجل المدير المباشر بتاعه. تمام. طبعا لازم يكون شخصيته قياديه، يعني ما ينفعش ان هو مثلا يكون متساهل، وفي نفس الوقت هو بينفذ القوانين اللي موجوده اللي بينص عليها لائحه العمل. يعني هو طبعا ما ينفعش مثلا ان انا اتعامل او اتكلم باسلوب مش لائق. تمام. مع الاستاف اللي معايا مثلا كعمال او كمشرفين، انا كده كده بتعامل مع بالقوانين. تمام. القوانين اللي بينظمها مكتب العمل. تمام. لازم بن- الالتزام طبعا، ان انا بروح في اه بالنسبة اتفضل. لهندسة احنا في مصر هنا يعني باستثناء مكتب العمل وباستثناء يعني القوانين اللي موجودة، تمام. النهارده المهندس هينزل قدامه مثلا اتنين مشرفين مثلا وخمس ست عمال او 10 عمال، وبيقول له خد ازرع المسطح ده نجيلة في خلال نص يوم او يوم كامل. هو هنا السؤال بقى ازاي اه يقدر المساحة اللي هو يزرعها، تمام. في وقت اللي مسموح به مع عدد العماله، يعني بقى انا عندي هنا عدد عماله ووقت ومساحه. فهل هو في رينج معين؟ يعني مثلا العامل يقدر يزرع قد ايه نجيله لوحده؟ طب لو 8 عمال مثلا يخلصوا 1000 متر نجيله ولا لا؟ طيب لو انا عندي 500 عود شرابصات صغيره اسريه 16 مثلا، هل العامل يقدر يخلصهم ولا لا؟ هي دي القصه، ان هو هيقدر يحط رينج لنفسه او للناس اللي معاه، بحيث ان انا في خلال اسبوع مثلا ازرع الزونه دي في خلال اسبوع. فانت عايز كام عامل؟ الزونه مساحتها كذا في كذا، يديني كذا. تمام. هو بص يا باشمهندس، هو يعني مثلا احنا لو هنتكلم على متوسط العامل الطبيعي اللي موجود عندنا في مصر. تمام. اللي هو عامل الزراعه، مش العامل المعماري، خصوصا تمام. اللي هو عامل الزراعه هو. اه تمام. العامل الزراعي لو المساحه مثلا، لو احنا هنتكلم في انشاءات، لو المساحه متخططه او معمول لها انشاءات، اللي هو هيزرع مباشره، هيزرع نجيله مباشره. لو هو مثلا شغله 8 ساعات، ممكن مثلا هيزرعها تقريبا 50 60 متر نجيله لوحده. مع لو شرفصات. تمام. يعني لو شرفصات مثلا اللي هي اثار 16 زي ما حضرتك بتقول، ممكن يزرع له مثلا برضه تقريبا 100 عود. 100 عود. لو هم ما فيهمش مثلا النباتات اللي هي بتبقى شوكيه اكتر، اللي هي الصبارات والعصريات، لو هو معاه جلاف كويس لابسه في ايده، ممكن يشتغل في رينج مثلا 60 70. يعني هيبقى فيها موضوع تشويك وكده، فممكن مثلا يزرع 60 70 نبات. لو حضرتك نباتات بتتكلم مثلا عن من الشرابصات الحوليات. اللي هي 60 سم و70 سم، بحيث ان هو هيحفر جوه مثلا 30 في 30 زائد زراعتها زائد الرد. اه تمام. بالظبط كده يا باشمهندس. اما يعني طبعا هو لو احنا لو بنتكلم ما على هو. الاجسار الصغيره اللي هي 16 و14 وكده، فانا بتكلم طبعا في ارقام اكبر من كده، يعني ممكن يوصل من 400 ل 500 جسريه في السبع ساعات شغل. تمام. ده بالنسبه اه للعامل تمام. يعني. طبعا زي ما انت اشرت الجزئيه مهمه جدا، ان هي ده في حاله ان الارض مستويه، الارض مفروشه كومبوست ومخلوطه كومبوست، الارض جاهزه للزراعه فقط. تمام. فهو ايوه الارقام دي غير ارقام تجهيز الارض، لان تجهيز الارض ساعات بتبقى طبعا. بحفارات
ولوادر بتشوك وبتنظف الدنيا وبتشيل الزلط، وبعد كده بيبقى عمليه خلط تجهيز التربه، سواء خلط كومبوست او كده. زائد احنا بنتكلم هنا لو الارض مش سويه، نجيله جاهزه مخلوطه تربه مش سويه على الزراعه، الليفل تمام، ممكن يزرع لو 8 عمال ممكن يجيبوا 1000 متر كمان، في حاله ان هو يكون عنده اه ترول ينجل النجيله، ويكون المسافه النجل فعلا. لا تتخطى ال 20 30 متر، اعتقد يقدر يطلع 1000 متر في اليوم. ده بالنسبه لحاجه تكون جاهزه. طبعا الارقام اللي حضرتك قلتها انا متاكد إن حضرتك بتتكلم ان هو يساوي وينظف ويعمل، ممكن يطلع فيلا 50 60 70 متر نجيله ممكن يطلعها، ولكن لو الحاجه متوفره ممكن في الليفل ده ممكن يظبط معايا يعني. تمام كده؟ اه مظبوط. تمام. اه تمام تمام يا باشمهندس. بالنسبه يعني هو مبدئيا يعني الكود المصري عامه يعني في من 3 الى 5 متر حفر، يعني متر مربع، متر مكعب، يعني 3 2 مثلا 2 ونص في 2 ونص، 5 متر مكعب. ده في حاله ان الارض تكون ولا هي رمليه ولا هي صخريه، ارض متوسطه في الصلابه متماسكه، ده ممكن يعمل 5 متر مكعب. طيب في حاله ان هو يبقى عنده ارض طوليه، يعني مثلا شبكات الري مثلا، فهي شبكه الري 30 في 30، فهو بيجيب ال5 متر دي وبيقيسها بالطول، دي مش تكعيب، تقريبا بتجيب من 30 ل 40 متر على حسب قوته يعني، او حسب ما هو هيكون نوع الارض ونوع التربه. تمام. الجزئيه المهمه اللي انا عايز برضه احكي لحضرتك فيها قبل ما يعني، عشان اللقاء فعلا مع حضرتك شيق جدا ومعلومات حضرتك قيمه جدا. الله يخليك. لو احنا اتكلمنا على يعني كل جزئيه كده، ايه الحاجات الاساسيه او اللازمه في اختيار النباتات في المزرعه في الموقع، يعني جاي له نباتات هيختارها عشان يزرعها او يسلمها للاستشاري، ايه اكتر حاجه ياخد باله منها؟ لو هناخدها واحده واحده كده بالترتيب عشان المساحه ما تسحش منها. لو هتكلم مثلا عن النخيل، ايه اكتر حاجه ياخد باله منها؟ بعد كده الاشجار، بعد كده الشرابسات والنجيل. اتفضل يا هندسه. ماشي. هو طبعا يا باشمهندس محمود، موضوع النخيل، ان موضوع النخيل شيق جدا تمام، ومن عجائب ربنا طبعا سبحانه وتعالى. موضوع النخيل لان هو طبعا غير ان هو نخيل البلح مثلا، اللي هو النخيل البرحي او المجدول يعني انا مش هتعمق مع حضرتك برضو في الموضوع دوت تمام، اللي هو النخيل اللي هو طريق ان انا اخد الفسائل او التلف او التفصل بتاعه مثلا، او التلقيح او الرش بتاعه والامراض بتاعته. النخيل يعتبر كنموذج واضح للعيان كلها، يعني هو حتى كمان في بره مصر، او لو خلينا نتكلم مثلا في مصر هنا، النخيل بتبقى اكتر حاجه باينه، يعني اكتر حاجه ظاهره في المسطح مثلا او في اعمال اللاندسكيب بالنسبه للنباتات. فطبعا النخيل غير ان هو نخيل بلدي مثلا او اللي هو النخيل التمور بانواعه باصنافه وباطواله طبعا تمام. هتلاحظ برضو حضرتك ان في كمان نخيل اللي هو الزينه تمام. فنخيل الزينه ده في منه انواع كتير برضو، اذا كان بوتشاردا واشنطونيا، وطبعا بيبقى فيه فروق منهم بسيطه مثلا تقريبا في العنق حتى كمان بتاع الورقه تمام، او بتاع الجريده. في كمان غير النخيل ده بيبقى فيه الاشباه، غير اشباه النخيل بيبقى فيه زي مثلا زي اليوكات والدراسينات، اللي هي الحاجات اللي بتبقى شبه اليوكا وشبه الدراسينا وشبه الشيمادوريا، يعني يوكا دراسينا شيمادوريا بانواعها واصنافها، بتبقى شبه النخيل بس بيختلط على الناس، يقول لك ايه ده، دي شبه النخله، شبه النخله، فهي فعلا مسمينها اشباه نخيل عشان كده، لان هو المتعارف عليه او بيطلق عليه اشباه نخيل علشان نفس الموضوع، نفس القصه، ان هو هي حاجه نبات شبه النخله بس هي مش نخله تمام. ممكن يكون فيها اشواك اباريه مثلا، لكن هي مش نخيل تمام، زي اليوكا والدراسين زي ما قلت لحضرتك، والزاميا الشيمادوريا الاريكا تمام. كل دي اشباه نخيل. في غير اشباه النخيل بالنسبه بعد كده بقى للاسوار، اللي هي تقريبا بتبقى اكتر من متر تمام. دي عباره عن في الغالب بتبقى مثلا انواع الفيكس، لان ده الغالب اللي موجود مزروع عندنا في مصر هنا باشمهندس احمد، بانواعه يعني بقى. يعني فكره ان احنا يعني انا استلم موقع ايا كان نوع النخل اللي موجود، يعني النخيل عامه،
تمام. جه الموقع هستلمه تمام. عشان ازرع. ايه اكتر حاجه اخد بالي منها؟ ممكن يكون عيب في النخله. عشان استلم النخله او استلم اي نوع نخله، سواء نخله او شبه النخله، ايه اكتر حاجه اخد بالي منها؟ اصابه، سواء اصابه او شكل او اي حاجه اخد بالي منها وانا بستلم النخله. طبعا في البدايه لو انا هستلم نخل، طبعا انا ببص على الجريد بتاع النخيل يكون ناضر، شكله حلو اخضر، الاخضار بتاعه كويس. الخشب بتاع النخله طبعا يكون كويس. ممكن ان انا بشم النخله حتى كمان عشان الاصابه الحشريه اللي هي بتاعت سوس النخيل. سوس النخيل ده طبعا آفة، يعني أهم آفة بتصيب النخيل. وطبعا في تطبيقات من وزارة الزراعة لما بيكون في إصابة بسوسة النخيل الحمراء بالذات، يعني إن هو بيتعمل لها إجراءات معينة من طرق رش ليه، حتى لما بيحصل إصابة ربنا يقدر يعني ويلطف على جميع المواقع مع جميع المهندسين. بيبقى ليها اجراءات، حتى كمان النخيل ده بيتعدل في مكان بعيد وبيتحفر له حفره كبيره، جوره بيتقال عليها جبانه النخل، وبيتردم عليها طبعا بالرمله بحيث ان هي ما تعديش حتى كمان المواقع الثانيه والنخيل الثاني وكده. فطبعا انا ببص على الخشب بتاعها ان هو يكون الخشب كويس، الجريد بتاعها يكون كويس. لو هي جايه بكيب، طبعا الكيب ده اللي هو زي الحصيره كده بتبقى بتلم النخله، يعني بتلم الجريد بتاع النخله، ما يكونش فيها اعفان من جوه. اهم حاجه طبعا في النخله زي ما حضرتك عارف الجماره بتاعتها او القلب بتاع النخله، القلب من جوه ببدا استلم، ما يكونش فيها التواءات مثلا معينه تكون مشوهه المنظر، واخد بال حضرتك. لو الطرق بتاعتها لو هي جايه بصندوق او جايه ملش مثلا، لو هي مش نخيل بلدي مثلا او نخيل بلحي، ممكن يكون نخيل بوتشاردا مثلا او اريكا، في شرابسات مثلا زي ما حضرتك بتقول 60 في 60 مثلا. دي انا ببص طبعا على الجريب بتاعها يكون كويس والخشب بتاعها يكون كويس، التربه بتاعتها تكون كويسه. اذا كانت في بيتموس مثلا دي اكيد تربه غنيه، هبدا ان انا ازرعها في مكان هتبدا تتعود على التربه الجديده اللي هي نزلت فيها. لو هي مثلا متشالة ملش اللي هي بدون تربه بدون صلايه، تمام، الصلايه اللي هي الطاميه مثلا، بشوف الجذور بتاعتها ما فيهاش اعفان فطريه، ما كانتش موجوده في المشتل مثلا، هم مغرقينها ميه فهتجيلي فيها اصابه فطريه. ممكن في اجراءات ان انا باجي ازرع مثلا، بروح زرع قبل ما ازرع ابدا ان انا احط انقعها مثلا، انقع النخيل ده في مبيد فطري لو هو حجمه يسمح ان انا انقعه في، يعني عندي مساحه تسمح ان انا انقع النخيل ده فيها بمبيدات فطريه ومنظمات نمو، يعني عادي. ايه المشكله؟ ما انا ممكن اعمل كده، يعني ممكن لو برميل مثلا 200 لتر، ممكن اجيب نخيل مثلا تقريبا 2 متر او 3 متر مثلا، وابدا انقع النخيل ده. لو انا مثلا هاخد رسائل منه، فممكن انقعه مثلا لمده 6 ساعات او 12 ساعه، وابدا ازرع بعد كده في التربه مباشره لو ده متاح، لو افيلابل معايا، يعني على حسب طبعا امكانيات الموقع والحدود المسموح فيها يعني. فده تمام. طبعا بالنسبه للنخيل. لو استلمت بقى النخيل ويعني الموضوع بقى بالنسبه لي كويس، اللي هو انا استلمت، فخلاص هبدا اتوكل على الله وابدا ازرع مباشره يعني. تمام يا هندسه. بالنسبه فده لي اخيرا يعني لو هنتكلم عن النجيل، مميزات النجيل وانت بتستلمها. بالنسبه للنجيل طبعا، في الغالب طبعا، يعني برضو حضرتك برضو بتسال اسئله في الصميم، يعني اسئله فعلا لا لا، مهمه. يعني هي الفكره بس اه حاجات عامه، انا مش عايز اه اخش في تفاصيل اكتر. عشان انا عارف لو هنتكلم عن النجيل فعلا بس محتاج محاضره كامله. لو هنتكلم عن النخل بس طبعا. محتاج محاضره كامله، انا عارف كده. فانا عايز بس يعني حاجات عامه 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 يعني. تمام. بحيث ان تمام انا اساعد تمام المهندس اللي موجود لسه حديث تخرج، اديله شهر اتنين في الموقع، ان هو يستلم الموقع على الاقل، هياخد بعض كلمات حضرتك ويبدا يضيفها عليها معلومات من عنده، او يكمل من المدير اللي موجود او الشركه اللي موجوده او من جروبات تانية، بحيث ان احنا حطيناه على يعني خطوات ان هو يختار بعد كده، هو يتصرف بقى ويبدا يبحث من نفسه. هو طبعا بالنسبه لحضرتك لموضوع النجيل، ده طبعا جزء، يعني ممكن نقدر نقول عليه 60% من المنظومه بتاعت التصميم او تمام. التنسيق او التنظيم. اهم حاجه في النجيله طبعا ان هي
بتجيلي بدون اصابه، يعني ما يبقاش فيها اللي في الغالب دوت النجيل او الدوده الطارده، او يجي فيها مثلا اللي هو البق الدقيق اللي هو الابيض دوت. تمام. او يجي فيها اصابات فطريه. تمام. النجيل يكون مروي مثلا قبلها، ما يكونش عطشان مثلا اديله يومين او 3 ايام فهو اتقطع، وقبل ما يتحمل مثلا على العربيه قعد يومين او 3 ايام على ارضه وهو متقطع، يعني هو متقطع في مكانه، فالجذور بتاعته ابتدت تنشف حتى كمان من التعرض للهواء قبل ما تتقطع. زي ما حضرتك عارف هي بتيجي على شكل رولات، على حسب المساحه طبعا اللي اللي موجوده، اذا كانت مثلا نص متر، او اذا كانت متر، او اذا كانت متر ونص، يعني على حسب المساحه اللي هو بيقطعها. في الغالب طبعا بتجيلي النجيله تقريبا المتر بيجي تقريبا 3 رولات، يعني ده المعتاد هنا في مصر. طبعا بره في الوطن العربي بيبقى الموضوع مختلف شويه، يعني ممكن بتبقى المساحه اكبر شويه، بس هي نفس الفكره، يعني الروله كده كده انا بعمل حيز مثلا 20 متر او 30 متر، فانا لو جالي 3 رولات يبقى انا هضرب 20 في 3 مثلا ب 60 روله. لو انا بره مثلا الروله بتجيلي متر، فانا هحط مثلا 30 روله. تمام. هي الفكره ان انا يكون النجيل مروي، يعني قبل ما يجي لي هو اتروى مباشره واتقطع واتحط على العربيه في فتره زمنيه ما تتعداش، اللي هو طلوع شمس وتغرب الشمس وهو لسه ما اتنقلش، على حسب المكان اللي هو هيجي لي. يعني تمام ما جدا. يقعدش بمجرد ما هو اتقلع. اه تمام. لا اتفضل. تمام جدا يا باشمهندس، انا عارف يعني الوقت احنا عدينا النص ساعه، فيعني عشان ما ناخدش من وقتك كتير. تمام. اخيرا وليس اخيرا، ان شاء الله يبقى لينا لقاءات تاني باجزاء تفصيليه اكتر من كده، نخدم بيها الشباب ان شاء الله. ولكن لو هقول لحضرتك باشمهندس احمد ايوب، حضرتك قدمت نصيحه في بدايه احمد ابو العيون. بدايه مهندس احمد أبو العيوب. حضرتك قدمت ماشي. نصيحة في بداية الحوار، هننهي بنقط أو نصائح عن بخلال نقط، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة. لو هنقول واحد، نصيحة لمهندس حديث التخرج، اتنين تلاتة أربعة، يعمل إيه؟ هو في الاول خالص زي ما بقول لحضرتك، لو هو حديث تخرج، لو هو اوريدي خلاص اتخرج، يعني مثلا هو دفعه مثلا 2023، ابدا انزل تدريب في اي مشتل، وما تمام. انزلش ان انا اشتغل، يعني مرضاش ان انا اشتغل اي حاجه في مجال اللاندسكيب. دي نقطه مهمه جدا يا باشمهندس محمود. اللي هو ايه، اللي هو طب انا ممكن اشتغل عامل. على فكره الفكر ده احنا بنشوفه كتير قوي. اشتغل عامل، طب هندسه، طب ما تعرفش حد مثلا انا عايز اشتغل عامل، انا عايز اشتغل، طب دافع الشغل اللي عنده دوت بيخليه ان هو ممكن يعمل اي حاجه. لا، انا مرضاش ان انا انزل اشتغل عامل، لا انا افهم الدنيا احسن ما انا انزل اشتغل اللي هو الم ورق والم ورغم ورق شجر. ورغم إيه؟ الظروف ورغم الظروف المحيطة حوالينا، أنا أؤيد إن لو هو حديث تخرج ومش متاح قدامه غير إنه يشتغل عامل، وهو شايف إنه بدون إهانة وبدون تجريح وبدون كرامة، أنا شايف لا، انزل عشان ياخد فلوس. يعني هو مش هيتعلم ويروح يدفع فلوس، فلا، الأفضل إن انزل ماشي. يتعلم وخد فلوس. ده طبعا نختلف ما- فيها، ولكن الاختلاف لا يفسد في الود قضية يعني. اكيد اكيد، بس انا اقول لحضرتك، يعني حضرتك سالتني عن وجهه نظري، اه انا قلت طبعا وجهه طبعا. نظري بمنتهى الصراحه. تمام. تمام. انا انا ما ينفعش ان انا مثلا، انا دلوقتي كليه زراعه تمام، واتخرجت طبعا 4 سنين او 5 سنين او 3 سنين، يعني على حسب انا اتخرجت قد ايه، 4 سنين مثلا 5 سنين. تمام. ما ينفعش ان انا انزل اشتغل عامل. طب انا انزل اشتغل عامل هشتغل ايه؟ هو الم بعد ورق. 5 سنين تمام. وما بقاش عنده خبره في اللاند سكيب، يبقى يمشي يسيب المجال خالص. يعني إيه اللي يجيب اه يعني. انا عايز اقول لحضرتك ان بيجي لي برضه تعليقات، يعني يقول لك مثلا ايه، انا صناعات غذائيه وعايز ادخل مجال اللاندسكيب. طيب ماشي اوكي، ما فيش مشاكل، تعالى حضرتك يعني اشتغل يعني. المجال كده كده مفتوح للناس كلها. تمام. مجال زي اي مجال موجود من اقسام كليه زراعه. هو من تمام. من اللي ميزه بيبدا مجال فيه. اللاند سكيب، من ميزه مجال اللاند سكيب يعني عامه، ان هو مجال بيتعامل مع فئه اقتصاديه او فئه عاليه شويه، يعني عاليه في طبعا. اصحاب الفيلات، اصحاب الكومبندات، اصحاب شركات طبعا. انترناشونال. فتلاقي ايه، انا عايز اتعامل مع الناس دي، ايه اللي يخليني اتعامل مع الفراخ مثلا في بتاع الدواجن، او مع العمال في مصانع الشيبس والكاراتيه والحديد دي. فيعني دايما الناس طبعا. بتبقى يعني مايله شويه ان هي تشتغل في مجال اللاندسكيب. واول ما تشوف المهندس احمد ابو العيون مثلا بيتصور مع فنان او بتاع، يقول لك انا عايز اشتغل معاه. نفس النظام. فهو ايه، يعني هي ده السبب الرئيسي في مصر. في مصر السبب الرئيسي ان الناس بتحاول من المجالات التانية عايزه تشتغل لاندسكيب، ان هي عايزه تتعامل مع فئات فكريه واعلى شويه من الفئات اللي هم بيكونوا موجودين فيها.
فده السبب الرئيسي يعني اللي خلى الناس بتحول على اللاندسكيب. والناس دلوقتي زعلانه، احنا بتوع اللاندسكيب نفسهم بيقول لك احنا مش لاقيين شغل. للاسف يعني. والله يا كرام حضرتك، لا كرام حضرتك مظبوط جدا. يعني انا برضو الجزئيه دي انا ممكن اقول راي حضرتك في الموضوع ده. هو احنا كمجال لاندسكيب حضرتك احنا برضو غير ان احنا بنتعامل مع فئه راقيه، فئه راقيه جدا تمام. ده طبعا موجود في جميع انحاء العالم. مم. وحضرتك جبت مهندس انجليزي تمام، هو اكيد طبعا بيتعامل مع الناس برضو اللي هو الطبقه الراقيه في انجلترا، لا لا لا، في المهندسين انجلترا دول. اصلا، انجلترا بيعمل لاندسكيب للفلاحين عادي، ماشي والعمال انا معاك. يعني هو تمام. هناك اصلا اللاندسكيب بالنسبه لهم اسلوب حياه زي الموبايل عندنا مثلا. اكيد فالا هنا اكيد للاسف اكيد. يعني المستوى الطبقي فارق شويه. فتلاقي لا احنا خلينا نشتغل مع الليفل الاعلى. على فكره ده بيفيد فكريا، يعني بتتعامل مع ناس فكرها مختلف واسلوب تفكيرها مختلف. فده بينشط كمان ذاكرتك انك تمشي وانك تتقدم لشيء افضل، وانك تنمي من نفسك. وده اعتقد هيبقى افضل من اي حد شغال مثلا في الصحراء فقط ما بيعملش حد غير فئات معينه. فطبعا طبعا نرجح الناس كلها تشتغل في اللاندسكيب، ولكن للاسف مجال رغم ان في مشاريع كبيره موجوده، ولكن للاسف المجال محبوك على فئات معينه شغاله في المجال. فعشان فئات كده في معينه فئه اه. في فئه كبيره مش لاقيه شغل للاسف يعني. تمام. هو انا احب اكد لحضرتك برضو احنا برضو احنا كمجال لاندسكيب، ويمكن انا برضو يعني كتبت قبل كده على الفيسبوك عندي قلت يا جماعه احنا كلاندسكيب المفروض احنا الكعب العالي بتاع مجال الزراعه. يعني ده فعلا حقيقي. بس هي الفكره في ايه برضه حضرتك، ما هو الموضوع سلاح ذو حدين. انت حضرتك برضه بتتعامل برضه مع فئه حضرتك مش واخد بالك منها، انت بتتعامل مع صنايعيه. يعني صنايعيه اللي هو ايه، ما انت حضرتك بتشتغل مع يعني مم. بتشتغل مع نقاش او بتشتغل مع راجل بتاع اسمنت اللي هو بتاع شلالات وبتاع نوافير تمام، بتتعامل مع نجار لما يجي يعمل مثلا برجوله تمام تكعيبه. هو الموضوع برضه بيبقى منظومه. يعني اكيد الموضوع طبعا. غير اللي بتاعت مثلا غير بتاع الموالح. يعني الراجل بتاع الموالح ده مثلا نازل في ارض يا باشا 30 40 فدان قدام المزارعين بس، انت مم. يعتبر شغال مع مين؟ مع الناس مثلا بتحرس الارض مثلا، الناس اللي بتجيب له ميه. اكيد يعني طبعا. هم اكيد. بتتعامل معاهم قليلين قليلين اكيد قليلين طبعا. يا باشمهندس تمام. اه من طبعا هنا لكن انت حضرتك بتتعامل مع الناس. من الجزئيه المهمه دي ان تعاملاتنا طبعا بتكون مع حد اكتر ومختلفه عن المجالات التانيه. اه ونحب يعني يعني نحب يعني عن كره ان احنا ننهي هذا اللقاء الشيق مع حضرتك. الله يخليك. فشكرا جدا باشمهندس احمد. اتمنى ان شاء الله يكون في بينا لقاءات تاني على قناه ظهور الارض. ان شاء الله. واتمنى ان احنا نكون افدنا في هذا الحوار اللي انا شخصيا استفدت منه. اتمنى كمان المشاهدين يكونوا استفادوا منه. فاشكرك باشمهندس احمد ابو العيون مره تانية، وشكرا ليك على وجودك معنا في برنامج عمالقه اللاندسكيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.